السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فيديو برضو تزيين التورته بالدقيق العادي. فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. نبدا الفيديو ونشوف هنعمل ايه النهارده، والتورته بتاعت النهارده هتكلفنا كام وهيكون شكلها عامل ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعمل الكريمه. مقادير الكريمه اللي عندي كوب كريمه خام اللي هو غير محلى، ما تجيبيش اللي بسكر علشان بتبقى سايبه مش بتبقى حلوه. وربع كوبايه سكر، حبيبات ناعمه اللي هي الحبيبات البيضاء مش الحبيبات اللي هي الخشنه المصفره دي. وكوبايه ميه متلجه فيها تلج، ومعلقتين لبن بودر، وممكن تستغني عن اللبن البودر ده خالص. وهتضربي فيهم هيبقى القوام بالشكل ده. هنركن الكريمة وهنبدأ في عمل الاسبونج طبعا بالدقيق العادي. انا عندي مقادير الاسبونج بالدقيق العادي اللي هي 4 بيضات. طبعا عملتها لكم في الفيديو اللي قبل ده. 4 بيضات، فانيليا، كوباية الا ربع سكر، نص كوباية مية متلجة برضو فيها تلج، معلقتين خل، معلقتين نشا، معلقة كبيرة محسن جل، كوبايتين الا ربع دقيق اللي هو الدقيق الابيض العادي. انا بستخدم اي دقيق، مش شرط يعني دقيق معين. معلقة كبيرة كيك شيف. بضربهم ضربة حلوة قوي في المضرب او العجان بتاعي بالشكل ده. انا عندي مضرب بيض عادي اللي هو الصغير ده، بس ده اللي هو الحامل بالبولة. يعني مضرب بيض عادي ممكن يؤدي الغرض، يعني ما فيش مشكلة. بضربهم ضرب كويس جدا. طبعا اللون هيفتح وهيتقل وهيعلى معايا ويعمل فوم كده حلو قوي. طبعا والدقيق بنخله مرتين 3 كده علشان برضو يديني القوام المناسب، القوام اللي انا محتاجاه. اهم حاجة الخطوات تتبعيها صح. وكيك شيف ده افضل من البيكنج باودر بالذات في السبونج. طبعا انا بجيب الصينية اللي عندي اللي هي الصينية رقم 2 او الصينية اللي في النص، اللي هما ال3 بيبقوا طقم دول. دي الصينية اللي في النص. طبعا انا هعمل مقدارين لصينيتين هيبقوا بالشكل ده. طبعا بعد ما اضربهم كويس جدا بحطهم في فرن درجة حرارة 180، بطفي الشعلة اللي فوق وهيبقوا بالشكل ده. بعد ما يخرج هختبره بالخلة وهيبقى جاهز معايا بالشكل ده. هعمل 2 مقدارين، كل صينية مقدار واحد اللي احنا شفناها مع بعض دلوقتي، وهنزينها مع بعض وهنشوف الشكل النهائي عامل ازاي. طبعا عندي الشوكولاتة اللي انا بعملها. طبعا عملت لكم فيديو كامل الكتابة والاشكال اللي بنعملها اللي بنزين بيها في التورتة. انا ما بشتريش حاجة جاهزة، كل حاجة بعملها بايدي زي ما احنا شايفين كده بالظبط. طبعا هنشوف الاشكال دي كلها. هسيب لكم في صندوق الوصف الفيديو بتاع تزيين الشوكولاتة او الشوكولاتات ازاي بنشكلها وبنزين بيها التورت. طبعا عندي السبونج بتاعي طبعا طري، مش محتاج اي سيرم ولا اي حاجه، بس انا هحط له سيرم. طبعا والسيرم قلت لكم عليه كل فيديو بقول لكم المقدار. كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، ونقطتين ليمون، وبغليهم على النار كويس جدا. وبيبقى السيرم اللي انا بسقي بيه الجاتو بتاعي او التورت بتاعتي. طبعا ممكن عصير، ممكن لبن، ممكن اي حاجة عندك يعني برضو مش مشكلة. مش مهم يعني يكون شربات بس. طبعا بحشي بأي حاجة عندي. انا كان عندي كريسبي يعني ساح كده، كان برا التلاجة وساح، فانا كسرته وحشيت بيه. ممكن تحشي بفاكهة، ممكن تحشي بجيلوهات، كريمة. بصي اي حاجة تحبيها ممكن تحشي بيها. الكريسبي ده كان عامل طعم حلو قوي، كريسبي بالشوكولاتة يعني جميل جدا، واداني طعم كده وقرمشة للقطعة حلوة قوي. بس بحط الطبقة التانية وبعمل برضو بالسيرم، وبحاول اغلفها بالكريمة. طبعا التغليف ده حلو قوي. المقادير الكريمة كويسة جدا، ناعمة معايا. هتنفذيها وهتضربيها كويس جدا كده وبتركنيها بتبقى حلوة قوي. بس بفضل انك انتي تعمليها وتشتغلي بيها على طول، ما تركنيهاش، علشان لما بتتركن الكريمة مش عارفة هي بتخرز او بتدي فقاعات كده، مش عارفة. بس افضل يعني انك انت تستخدميها على طول.
بس كده انا بغلف. طبعا كان اليوم ده الجو حر جدا، كنت بحطها في التلاجة وبرجع ازين فيها، احطها في التلاجة وارجع اسوي فيها زي ما احنا شايفين لحد ما بقت الشكل النهائي اللي احنا شايفينه ده. بس كده طبعا انا عملت الجناش، بس الصراحة فشل مني، كان خفيف، فساعتها ما كانش عندي شوكولاتة زيادة يعني علشان اكمل. بس انا حطيت الجناش ومسحته تاني بالسكرابر المشرشر بقى بالمنظر ده. بس كده انا بحط اللي هو بالوردة، بحط بقمع الوردة، بعمل روزيتات بالشكل ده، نص روزيتات بالفانيليا والنص التاني بالشوكولاتة زي ما احنا شايفين. طبعا والتزيين ده على حسب راحتك انتي، يعني اي حاجة هتمشي وهتبقى شكلها حلو خالص. والكريسبات اهم حاجة ما تكونش برا التلاجة يعني علشان ما تسحش، عشان بتلصق بعضها فمش بيبقى حلو خالص. طبعا ده الجناش اللي انا عملته، فيعني برضو ما استسلمتش وحطيت على الوش من فوق زي ما احنا شايفين كده، وبحط برضو بمسكه بالجيلو الشوكولاتة، بعمل اشكال كده يجيله شوكولاتة علشان برضو يديني الغمقان اللي انا محتاجاه. وبرضو بسويهم كده بالمعلقة، برضو طعمهم جميل جدا، يعني انا ما كنتش متوقعة ان هو الطعم هيبقى بالشكل ده. بس كده طبعا اجيب الكلمة هابي بريستي دي اللي انا كتبتها معاكم، وعملت لكم برضو فيديو، هنزل لكم الفيديو ده بتاع الاشكال اللي احنا عاملينها بورق الترانسفير والقوالب اللي هي الشباك والقلوب. هنشوف الحاجات دي مع بعض. طبعا علشان اكسر اللون حطيت كريز زي ما احنا شايفين كده، غير اللون وغير الشكل وبقى شكله حلو قوي. عملت قلوب برضو بالقالب السيليكون، القلوب اللي احنا شفناها برضو في فيديو المشتريات. حطيت كريسبي ابيض وبني اللي هو الشوكولاتة، برضو اداني منظر جمالي حلو قوي. بس كده ده الشكل بتاعنا. طبعا شكل ورق الترانسفير ده برضو شفناه في فيديو المشتريات، هو والقوالب السيليكون اللي عندي. بس كده دي طبعا تمنها حاليا 300 جنيه. طبعا ومقاس الصينية حوالي 25 في 35، مقاس الصينية اللي في النص، والارتفاع حوالي 17 سنتي، يعني حلو قوي. فانا عملتها بتكلفة بسيطة جدا ومكلفتنيش اي حاجة، والتغليف برضو مش بيكلف حاجة. هو العلبة حوالي ب7 جنيه، والقعدة دي حوالي ب5 جنيه وبس كده، يعني مكلفتنيش اي حاجة. وبكده يبقى فيديو النهاردة خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم فعلا واستفدتوا ما تنسوش تضغطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا لي الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد من المشروع اللي احنا بدأناه مع بعض. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.